السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذنكم بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو دقيقة واحدة تدعوا معايا فيها لوالدي ووالدتي بالعفو والرحمة والمغفرة ولأهالي أصدقائي. وأنا كل أسبوع بنزل يوم الجمعة صدقة جارية على أرواحهم وأرواح أهالي أصدقائي برضو. فأي حد حابب إن أنا نضيف قريبه أو صديقه، يعني مش لازم هيكون قريبه، أي حد حرفيا، بس يبعتلي أو اكتب في الكومنتات وأنا ههتم فعلا وهشوف ده وعد مني. دلوقتي النهارده معانا الجزء الثاني من فيديو الشتايم، بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو برضو في كام نقطه عاوزه اتكلم معاكم فيها. اول حاجه، يعني لو انت اول مره تشوف الفيديو ده وشفتش الجزء الاولاني، انا هسيب الجزء الاولاني في الديسكربشن تمام، وفي الكومنتات برضو هسيبه في الكومنت المثبت عشان اي حد يشوف الجزء الاولاني يشوف الجزء، يعني يشوف الجزء الثاني، مش حد يشوف الجزء الاولاني يشوفه تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه، هو زي اعلان كده بس مش اعلان بمعنى الحرف، هي صاحبتي هي برضو عندها قناة يوتيوب وهي برضو عندها مشروع، بس فكرة شغلها مختلفة تماما عني انا. هي كاتبة تمام وبتنزل القصة بتاعتها في شكل اشعار، بس فيديو كده هي اللي بتعمله وتصممه وبتكتب بقى الشعر بنفسها، بدل ما يعني ما يبقاش هي مش كاتباه بشكل روائي، هي كاتباه بشكل شعري عشان هي اصلا يعني عندها فعلا موهبة حلوة في الشعر، وبجد حتى فكرة القصة بتاعتها حلوة جدا. وهي حاليا بتدرس وكده عشان ان شاء الله تبقى مخرجة كمان، عشان تبقى تعمل العمل بتاعها ده زي مسلسل او انيميشن او مش عارفة هي لسه ناوية على ايه بالظبط فيه، بس هي ناوية على حاجة كبيرة يعني. وفكرة القصة بتاعتها باختصار اللي هي كاتباها هي قصة في زمن الفايكنج وكده. البطل والبطلة اللي هم او يعني ام واب البطلة الاتنين من قبيلتين مختلفتين، وعشان فرق القبائل ده هو كان القبائل دول اصلا مش متفاهمين مع بعض، فكان جوازهم حاجة صعبة جدا، بس عشان هما بيحبوا بعض اتجوزوا وخلفوا بقى البطلة بتاعتنا اللي بعد كده هي هتمسك بقى خلاص القصة الرئيسية، عشان ابوها وامها هيتقتلوا، عشان زي ما قلنا اصلا جوازهم ما كانش مقبول بالنسبه للعيلتين، خصوصا ان ابوها كمان اصلا كان هيبقى هو زعيم القبيله بتاعتهم، فازاي الزعيم يعمل حاجه زي كده، اتقتل يعني. فالبطله بتاعتنا بقى هتنتقم لابوها وامها، وبنشوف بقى اللي هيحصل بعد كده. ده مختصر القصه بالظبط يعني. فلو حد انترستد في النوع ده من الفانتازيا والاكشن والحروب، اعتقد القصه ان شاء الله هتعجبه قوي يعني. اللينك برضه هيبقى في الوصف وفي الكومنتس برضه تمام. ده اول حاجه. تاني حاجة، عشان بس كتعريف في القناة دي، عشان انا زي ما وضحتش قوي في اول فيديو، دلوقتي انا ان شاء الله كل اسبوع من كل اسبوع 10 ايام هينزل فيديو جديد تمام. سبب ان الفيديو ده انا بظبطه عشان ينزل يوم السبت ان شاء الله، سببا نازل يعني انا المفروض انزل مره في الاسبوع، لكن ده عشان جزء تاني انا قررت انزله بدري شويه، يعني ده متعمد، لكن هو الميعاد الاساسي هيبقى مثلا كل اربع او خميس، يعني على في الحدود دي كل اربع او خميس على الساعه 8 بالليل ان شاء الله. فدي اول نقطه. تاني نقطه بقى بالنسبه بقى اصلا للفيديو، يعني ليه اصلا بقى في جزء تاني. مبدئيا اصلا لما انا كنت بحضر الفيديو اول مره كانيميشن، وكنت زي ما قلت لكم عامله بقى سكريبت و11 صفحه وبتاع، لما انا سجلته كله بقى بكل الادله بكل حاجه ما خدش مني 23 دقيقه لما بعته بقى للمونتاج وكده عشان يعملوا لي انمي تمام. فانا بقى جيت بقى اعمل الفيديو بقى بنفسي لما عملته المره اللي فاتت، هو حرفيا الفيديو 25 دقيقه وشويه، ويعني لسه ما كنتش خلصت. هم عامة انا عديت الادلة المرة دي يعني قعدت بقى عندهم فصصت بقى انا قلت مين وما قلتش مين. هم كانوا 14 دليل، 7 احاديث و7 ايات بالصدفة البحتة، يعني مش عارفة ازاي جت 7 كده بس. فالمهم يعني انا المرة اللي فاتت اتكلمت في 10، فلسه 4. الاربعة دول بقى هنتكلم فيهم النهارده ان شاء الله. بس انا بس قلت اوضح نظام القناه عشان مثلا اي حد متابع عايز يعرف مثلا الفيديوهات بتنزل امتى. هي بتبقى فيديو على الاقل من كل اسبوع 10 ايام على حسب تمام. وزي ما قلت المواضيع مش زي ما انا اللي هختارها، هو بس الفيديو ده والفيديو اللي بعده تمام عشان انا محضره المواضيع من الاول، وغير انا محضرهم اصلا يعني موضوع الشتايم وموضوع الالفاظ حرفيا الاتنين دول فقاعين مرارتي بشكل من كتر الحاجات اللي بشوفها، وبجد مش طبيعي، بجد مش طبيعي من كتر اللي هو يا جماعه يا جدعان حرام الذنوب دي كلها بجد حرام. فان شاء الله يوم الاربعاء ده هينزل فيديو اخلاقيات الهزار، هحاول ما اخلوش جزئين برضو يعني، هحاول عشان حاسه ان هو هيطول برضو ويمكن اكتر كمان من الشتايم، فربنا يستر يعني. المهم فدلوقتي بقى نرجع في موضوع الشتايم. احنا كنا اتكلمنا زي ما قلت في 10 ادله، صح في حاجه انا غلطت فيها الفيديو اللي فات عاوزه بس انوه عليها، بس للاسف الايه اللي قلتها من سوره البقره هي
طلعت الايه 38 مش 83. انا مش عارفه بقى الغلطه دي، مثلا انا لخبطت مثلا وانا بكتب السكريبت فكانت 83 ولا انا يعني ليه اللخبطه اللي حصلت دي. بس بما انها غلطه كده كده معرفش يعني المفروض او اعترف ان انا غلطت عادي، ما فيش حد ما بيغلطش. وانا للاسف اكتشفت ده بعد ما الفيديو نزل. يعني لو كنت عرفت ان قبل الفيديو نزل كنت حباه يعني كنت يعني هظبط كل حاجه قبل ما ينزل، بس خلاص نزل اللي حصل حصل. فقلت اروح على الغلطه دي برضو عشان حاجه كمان صغنونه، ان انا بنزل الفيديوهات دي دلوقتي. هو انا يعني انا مش بدعي مثاليه مبدئيا يعني، حتى عشان كده انا يعني عامله الوضع ده كده وبتكلم براحتي ومش بمشي على سكريبت ولا اي حاجه. انا متعمده اعمل كل ده عشان يعني تحسوني زي صديقه ليكوا او اخت ليكوا، وبتكلم يعني تتكلموني براحتكم. يعني انا مثلا مش بقول كلام مسلم بيه، انا بناقش ادله موجوده فعلا في الدين عشان نقول مثلا ليه الحاجه دي غلط او ليه الحاجه دي صح. مش لازم دايما اناقش في محرمات. يعني اللي بحاول اقوله ايه، ان انا بناقش مش بفرض امر. بمعنى يعني انا قلت كلام، حد مثلا معترض ناقشني، انا هرد والله على فكره. يعني انا مش بقول اكتبوا في الكومنتات وهطنشكم مثلا، انا لا، انا فعلا ههتم وارد. ده طبعا لما اكون يعني شفت الكومنت وكده، عشان ممكن ما اكونش شفته، فده اللي بيخليش بس ارد مش اكتر. يبقى مثلا بقى كنت مشغوله وكده، عشان زي ما قلت ان انا لسه في ثالثه ثانوي، فده حوار تاني يعني اصلا. فالمهم معلش طولت عليكم، فنخش بقى في موضوع الفيديو. احنا بس خلاص، بس اول حاجه بنخش في الادله الاربعه اللي قلت هناقش فيهم. ان انا المره اللي فاتت قلت حديثين انا تقريبا يعني دخلت معانيهم في بعض، اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والحديث التاني اللي بيقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. انا دخلت مع حديثين في بعض، قلت قعدت اقول المفروض المؤمن يرتقي، المسلم يرتقي بنفسه يبقى مؤمن وما اعرفش ايه، بس ده المفروض يبقى بناء على الحديث التاني مش الاولاني. ليه؟ عشان الاولاني المسلم من سلم المسلمون من لسانه، تمام. من لسانه هنا على فكره مش بالضروري تبقى مثلا بس شتايم. انا عشان كده عاوز اتكلم عن الموضوع ده تاني بقى دلوقتي، مش بس شتايم. بمعنى دلوقتي اللسان ده ممكن يأذينا ازاي تاني؟ يعني مثلا انا مثلا صاحبتي حكت لي سر ليها، فانا بدل ما احفظه قعدت مثلا اقوله بقى لاصحابنا بقى، ويا جماعه دي فلانه طلعت كذا وكذا وكذا. او على فكره مش لازم تبقى سر بقى، انا ممكن مثلا بقى اقعد بقى انم عليها، اقول مثلا بقى او حتى افتري عليها كذب، اقول مثلا دي عملت وسوت واصلا ما عملتش حاجه مثلا. يعني ما ده برضو اذيه وباللسان، يعني مش لازم من الاذيه تبقى شتايم. يعني عشان بس مثلا مسلمون من لسانه مش معناها بس شتايم، معناها اي حاجه ممكن نأذيها باللسان. سواء مثلا زي ما قلت ما اتمنتش سر على حد، قعدت افتري على حد، قعدت مش عارفه بقى. يعني الموضوع مفتوح فيه حاجات كتيره جدا، المفروض نفكر كويس قبل ما نتكلم. عشان زي ما برضو الحديث اللي بيقول، اللي هو الحديث اللي بيقول من سخط الانسان يقول كلمه يخش النار بسببها، عشان ما قالهاش وهو يعني قالها كده وخلاص، ما فكرش ولا قال مثلا ربنا يحاسبني ولا فكر في اي حاجه. فلا يعني يا جماعه الموضوع فعلا مهم، نفكر كويس قبل ما نتكلم ونقول اي حاجه حرفيا. فمش بس شتايم، لا ده اي حاجه تمام. بس فنخش بقى على الادله اللي احنا ما اتكلمناش فيها المره اللي فاتت. ثانيه واحده بس شوف الورق، انا كنت تمام. يعني مثلا في آية برضو في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، صدق الله العظيم. دي الآية 108 من سورة الأنعام. دلوقتي قصة الآية دي ايه؟ الآية دي نزلت كان المسلمين بيشتموا في الأصنام اللي بيعبدوها المشركين مع تماثيل بقى، وايه القرف اللي بتعملوه ده، والبتاع ده حرام طبعا وبتاع، فبيشتموهم. فهم هددوا الرسول وقالوا له لو هم بطلوش على اللي بتعملوه ده هنشتم ربنا، ربك. مش ما واحده بواحده، مش هنعبد الالهه، مش هنعبد الاصنام، هنشتم بقى ربك زي ما انتوا بتشتموا ربنا، اللي هو انتوا فاهمين يعني. فالايه دي نزلت عشان الموضوع ما يكبرش بقى وكله بقى يتخانق، ممكن حتى الموضوع يقلب بحرب بعدين. يعني يا جماعه ما تكبرش الموضوع. فيعني تخيلوا الآية دي نزلت عشان ربنا يقول لنا ما نشتمش الكفار او المشركين او فتخيل بقى انت احساسك ايه وانت كمسلم بتشتم اخوك المسلم. يعني ما اظنش انها حاجه حلوه يعني، ولا بقى حاجه روشه ولا حاجه عاديه ولا يعني اظن يعني شوف سبحان الله. يعني هو حتى المشرك بنحترمه يا اخوانا، مش هنحترم اخواتنا؟ يعني حاجه غريبه جدا بجد، حاجه غريبه جدا. يعني حتى عشان كده انا عاوزه اتكلم في فيديو غالبا اول حاجه هتكلم فيها هي ضرب الشتايم، اللي هو بقى انا اصلا يعني
دي اول حاجه بتكلم فيها غالبا الفيديو الجاي اللي هو بتاع الهزار. عشان يا جماعه انا شو انتوا بتهزروا بالشتايم ليه؟ او بتهزروا بالشتايم اصلا ازاي؟ اللي هو يا جدعان والله مش من قله الكلمات، ايه 14 مليون كلمه في اللغه العربيه مش عاجبينكم؟ انا مش فاهمه بجد. ده الانجليزي ما فيهوش نص مليون. الله ما علينا يعني. كان في برضو ادله تانية زي في موضوع لما قلت انه عادي نرد الشتيمه، لو مثلا حد شتمني فانا المفروض ارد عليه او من حقي ارد عليه مش حرام. وكنت قلت آية، ودلوقتي برضه هقول حديث. الحديث بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعدد المظلوم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما قلت يعني البادي اصلا طالما حد بدأ خلاص هو اللي جابه لنفسه الكلام، ما عدا شتايم الاهل يا اخوانا. انا بكرر رباعيد عشان يوم ما نزلت الفيديو شفت حاجات غريبه جدا من صحابي، مش عارفه كان لو يا جماعه انتوا متعمدين وانا منزله الفيديو يعني ولا ايه، مش عارفه. بس ما علينا يعني، مش هحكي الموقف دي دلوقتي، ممكن ابقى احكيها بعدين او ممكن ما احكيش اصلا، انا بقول المهم يعني. فيا جماعه نرد الشتايم تمام عادي جدا وحلال، من غير ما نجود من غير ما نزود. يعني واحد قال لي حيوان اقول له حيوان، ده اخري. اي كانت شتيمه بقى، انا بس بديها كمثال. حيوان حيوان، جزمه جزمه، كلب كلب، لكن ما اقولش بقى انت جزمه وحيوان وهو ما قالش غير كلمه واحده. تمام. فما عادش شتايم الاهل زي ما قلت، شتايم الاهل من الكبائر اللي بيقولها بيلعن والديه، فانا مش هاجي عن والدي انا كمان بالله عليكم. يعني ربنا امر بالعقل يا اخوانا، والحديث ده صحيح ممكن تتاكدوا منه ان هو سب الاهل من اكبر الكبائر، واللي بيسب ابوه بيلعنه، واللي بيسب امه برضه بيلعنها. فيا جماعه حرام يعني. انا فاهمه ان انتوا بتتحرقوا ان هو يعني ازاي يشتم ابويا وامي. طب ماشي ما تجيبش الكلام ليهم انت كمان، ما هو ما تجيبش الكلام ليهم والنبي. ايه استغفر الله العظيم، الحلفان بالنبي غلط. طب ماشي المهم يعني بلاش شتايم بالاهل، بلاش. انتوا مش قد ذنوبها، مش غير كده، انتوا مش قد ذنبها بجد، انتوا مش قد ذنبها والله. وعلى فكره فعلا ان كل والنبي دي بالطريقه دي فعلا حرام، هو بس عشان للاسف اتعودت عليها، بس انا ان شاء الله هبطلها يعني. ومثلا هو مثلا في حديث برضو بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له. وده ممكن اصلا يعني كنا نقوله برضو في فيديو الهزار، بس الفكره من هنا ايه، زي ما قلت ان مش الاذيه بس من اللسان بتبقى بس بالشتايم، ممكن او انه بس يقول كلام يعني مثلا زي ما اعتقد ده شبه النكت يعني، مش عارفه بقى يعني، دي هبدور فيها اكتر. لسه محضرتش على فكره الادله على فيديو الهزار، لسه هدور واتعمق في الموضوع قبل ما اصوره ان شاء الله وارفعه كده. المهم يعني انا بحاول اقول ايه، ان زي ما قلت لازم نفكر كويس ونراجع الكلام اللي بنقوله قبل ما نقوله. اللي هو ايه، افكر ان ربنا مش بيدينا العقل على فكره عشان حاجه، ربنا وهبنا بالعقل ده عشان نستعمله عشان نفكر. هو حتى اوكي القران موجود والاحاديث موجوده بس عشان نمشي وراه وخلاص. طب للاسف يعني في احاديث كتيره موضوعه، فانا همشي ورا كل حديث والسلام، اما مش متاكده حتى هو صحيح مش صحيح، الكلام ده بجد مش بجد. ما على فكره يا جماعه ده من الحاجات اصلا اللي بتخلي في ناس عامه، مش هقول بقى بنات معينه او اولاد معينين، في ناس بيبقوا تايهين في الدين، او يشوفوا مثلا لا ده الدين ده يعني ازاي الحديث مثلا ده كده، هو اصلا غالبا الحديث ضعيف، غالبا جدا، اللي هو اصلا الحديث غلط او موضوع او ضعيف، وهو يفضل بقى يتشتت بقى ويقول لا ده الدين كده لا في حاجه غلط فيه وبتاع. ففي ناس اصلا بتتجنب الاحاديث وبتلجا بس للقران، وده برده مش احسن اوبشن على فكره. اللي هو الناس اللي هم القرانيون ده مش برده احسن اوبشن عامه، بس ده موضوع تاني كبير، فانا مش جايه اتكلم فيه انا دلوقتي يعني، حتى لو هتكلم عنه يبقى ممكن مثلا فيديو بعدين بقى. تمام. فالمهم نخش بقى على الدليل الاخير. بس ده اصلا ده مش دليل، ده موضوع اصلا تاني، ده بقى حاجه عايز اتكلم فيها في فيديو المره اللي فاتت، فيديو شتايم برضو. دلوقتي يا جماعه انا عارفه ان في اهالي كتير دلوقتي للاسف يعني بيبقوا ابتلاء، ده عامه يعني حتى مثلا ممكن مثلا يعني حتى على الفيسبوك عندي بشوف مثلا ناس سواء صحابي او بوستات فيسبوك عادي، يعني واحده بتشتكي من والدتها مثلا انها بتضربها كتير، او واحد بيشتكي من ابوه، او واحد بيشتكي من عمه وخاله وات ايفر بقى، مش هقعد اعدد. فمثلا يجي بقى صحاب الشخص ده او البنت دي يقعدوا يشتموا في الشخص اللي هو مثلا واحده بتشتكي من ابوها، فبقى البنات بقى تتلم ويشتموا ابوها.
يا جدعان هي مش كده. اولا حرام، يعني مبدئيا انا اصلا حرام. ثانيا دي مش الطريقه الامثل، ان هو انتوا كده مش بتوصوا بنت على فكره او ولد، دي مش طريقه مواساه مبدئيا. ان انا خلاص ده واحد مزعل صاحبي فاشتمه، دي مش طريقه مواساه خالص. هو بقى على فكره ابوه وامه، ولا مثلا بيشتكي من صاحبه، ولا بيشتكي من مدرسه، ولا بيشتكي من اي حد، ده مش طريقه ان انا اواسي بيها حد، ان انا اشتم اللي هو مزعله، ده مش طريقه. تمام؟ ده مبدئيا يعني، عشان بس يعني يا جماعه فكروا شويه يعني. انتوا لو انتوا ملهوفين على الذنوب، مش فاهمه والله بجد. فده غلط يا جماعه. تمام؟ انا مش بقول انه غلط نفضفض، عشان بس محدش يقول لي انا ما فضفضش، اقول مثلا على انا مخنوقه منه. اوكي اتكلم ولا تكلمي، لكن اولا بادب. ثانيا يعني ما تخليش حد يغلط في اللي انت بتتكلمي عنه ده، سواء بقى ابوكي ولا امك ولا صاحبك ولا صاحبتك ولا زميلك ولا مدرسك ولا ايا كان تشتكي ولا تشتكوا منه وزعلانين منه، ده ما تخلوش حد يغلط فيه، عشان ما تبقاش حرام اللي بتعملوه ده مبدئيا يعني. تمام؟ غير كده ايه بقى؟ الايه بتقول في سوره لقمان الايه 15: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الآية دي نزلت في الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما أصرت والدته إنه يسيب دينه، واللي هو لو أنت ما سبتوش بقى، يعني ما رجعتش بقى اللي أنت بتعمله ده، فأنا بقى مش هاكل ولا أشرب وهموت، وريني بقى أنت هتعمل إيه. بس هو يعني قال لها انه مش هيسيب الدين، ويعني ما عانتش معاها قد ما هو كان بينصحها وبيحاول برضه اللي هو يهديها. فالحمد لله يعني ربنا هداها وما اكلت عادي الحمد لله واسلمت. فاللي هو الايه هنا اصلا بتقول ايه؟ ان هو طالما ما قالوش حاجه ان هو فيها شرك، فاحنا المفروض نسمع كلامهم عادي جدا، كلامهم بقى امنا وابونا، ونصحكم في الدنيا بالمعروف، حتى لو هم كانوا يعني حتى لو كانوا للاسف اهل عاقين، ويعني صوروا جدا في الكلمه دي. وعلى فكره في عقوق، في عقوق اهل، في عقوق ابناء، عشان بس لما حدش يتصدم من الكلمه، في عقوق اهل عادي جدا. انه لو على فكره ان الام او الاب اللي بيهملوا ولادهم، ما ده عقوق منهم لاولادهم. العقوق مش بس من الابناء يعني، عشان بس لو حد مفكر كده. تمام؟ بس برضو عايزه اوضح حاجه مهمه جدا برضو، عشان يعني حاسه فيها لبس برضو. انا بسمع كلام اهلي اوكي، بابا وماما وكل حاجه، لكن حتى لو يعني الفكره مش في الشركه بس، هو لو قالوا لي على حاجه هتاذيني المفروض برضو ما اعملهاش، يعني ملهاش علاقه بقى. او حاجه هتاذيني انا اعملها ليه؟ عشان هم امروني؟ لا، على فكره بص، ما فيش امر باذيه، ما فيها حاجه، ما فيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها ربنا هيكتب عليا ذنب ان انا ما سمعتش كلام ابويا وامي على حاجه هتاذيني. تمام؟ بس عامه الموضوع ده متفاوت، يعني ممكن يكونوش هم عارفين ان ده هيأذيك او هتأذيكي، يا اما تحاولوا تناقشوا معاهم تقول لهم يا جماعه مثلا ده كذا كذا كذا، فالموضوع ده او الامر ده مش هينفع انا اعمله. يعني حاولوا تناقشوا بالمعروف، ما ينفعش حاولوا تتجنبوا الموضوع من غير ما تعملوه، يعني لو امكن، عشان لو فعلا في اذيه او ضرر عايد عليكم تنفيذه مش هو الحل يعني. وعشان حتى يعني مش ربنا ما قالش كده. تمام؟ ولا حتى بيقول، ولا حتى في اي حاجه معناها كده، اللي هو ما اسمعش كلامهم في المطلق وخلاص. طالما الحاجه فعلا مؤذيه خلاص يا جماعه، ما الشرك مؤذي عشان كده برضو ما ينفعش، لكن مش بس الشرك يعني. تمام؟ واخر ايه بقى معانا عشان بس نقفل الفيديو، واللي برضو طول انا مش فاهمه ايه ده. من سوره الاسراء الايه 23 و 24: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. فزي ما قلت يا جماعة، الأب والأم دول يعني هم أساسا المفروض نعمة كبيرة جدا في حياتنا، المفروض نبقى ممتنين لوجودهم. كونهم للاسف في ابتلاء، ده للاسف شغال حقيقة ان هم برضو الاشخاص اللي اهتموا بينا وولدونا والخ. نحاول نتعامل معاهم بالحسنى حتى لو كانوا للاسف مؤذيين، ويعني ربنا يصبر كل ولد وبنت بيعانوا من النوع ده من الاهل، عشان انا عارفه للاسف ده حاليا عدد كبير جدا ومنتشر من كتر بس على فكره للاسف الجهل الموجود عامه في البلد، ده السبب الوحيد ان ده اللي بيحصل. فنسأل الله الهداية طبعا ليهم كلهم، وربنا طبعا يعين كل ولد وبنت بيعانوا من النوع ده من الأهل.
ويا جماعة صدقوني الصبر ده هتتجازوا عليه جزاء، يعني يا بختكم يا بختكم في الثواب ده بجد. ف بس كده، هو كده المفروض النهارده اول فيديو خالص الحمد لله. بالنسبه بقى للفيديوهات الجايه، الفيديو الجاي هيبقى عن اخلاقيات الهزار، الفيديو اللي بعده على حسب لو حد اقترح عليا موضوع انا ممكن بقى اتكلم فيه، او اشوف حاجه من الحاجات برضه انا كنت مسجلها عندي في الافكار اللي انا مسجلها في نوت عندي، مسجل كده الافكار الفيديوهات اللي هعملها. وانا عامه محضره فوق 15 فكره للفيديو، اساسا محضره فوق 15 فكره، لكن انا مش عاوزه اعمل بس افكاري انا. هو انا اصلا ليه سبب ليه انا عامله القناه دي؟ انا عاوزه اناقش الموضوعات معاكم، الموضوعات اللي بحس لو محدش بيتكلم فيها قوي او محدش يعني بيلقي الضوء عليها، بس دي مثلا حاجات شغله تفكيري انا. طب مش طب وانتوا بقى مفيش حاجه مثلا شغله تفكيركم؟ اكيد في. فانا عشان كده انا مهتمه فعلا اسمعكم كلكم، واي حد عنده اي اقتراح انا فعلا مستعده ابقى اعمل فيديو عنه طالما الموضوع يستحق. ومش لازم موضوع ديني يا جماعه، دي باكد عليها تاني، انا بتكلم في اي حاجه. القناه توعويه مش دينيه، عشان بس انا مركزه في الدين دلوقتي جامد، ودي مش حاجه وحشه على فكره، بس القناه مفتوحه مش بس دينيه، دي حاجه مهمه جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.